المثال جنبه مثال لذيذ برضه ما فيهوش حاجه. هو في فكره صنططه بس لو خدت بالك، شفت حرف السلالم ده، شكل السلم ده كده في السايد فيو. امم. فاحنا كنا نعمله هنا في السلم ده. تعالى نرسم شكل السلم ده نشوف كده. رسمناه، بعد كده في سلم افقي يبقى هيترسم بزاويه 30 كده، قائم يبقى هيترسم قائم، افقي يبقى هيترسم بزاويه 30 كده، قائم يبقى هيترسم قائم، افقي يبقى هيترسم مميل بزاويه 30 كده. كده انا رسمت السلم. طب بعد ما رسمت السلم هتمده عادي بعرض الفرونت عادي، ما انا بمد في الفرونت كده، اللي هي 70 دي. فخلاص بمد 70 اهي. ماشي. طيب زي ما ده هنا قائم من وجه السايد فيو من هنا، السايد فيو من هناك شبهه بالظبط. زي ما ده قائم يبقى ده قائم كده، ده ماين كده يبقى ده ماين كده، ده قائم يبقى ده قائم كده، ده ماين كده يبقى ده ماين كده، ده قائم يبقى ده قائم كده، ده ماين كده يبقى ده ماين كده. ولاحظوا شوفوا انا برسم بعمل ايه. ان هو انا مش شرط اوصل، يعني انا بعمل ايه؟ بالنظر كده بعمل ده قائم زيه موازي ليه بالنظر، ده ماين كده يبقى ده ماين موازي ليه بالنظر. ما بروحش اوصل كده، ما انا لو وصلت كده شكل جزومتك هيبوظ. انت فاهمه؟ اها، تمام. عشان بس تطلع شكل جزومتك بتاعك حلو وانت بترسمي كروكي. مم. يعني اعملي موازيات من الخط اللي في الجهه التانيه، مالكيش دعوه بالخط اللي انا مديته كروكي ده. مهم. بالتقدير برضه مع الوقت الدنيا هتظبط. طيب لو انا ان جيت شاء بصيت، الله. ارسم الفرونت، هيبقى عباره عن كام مستطيل؟ واحد اتنين تلاته، صح؟ 3. وانا رسمت مم. الفرونت في الوضع ده، واخد بالك؟ مم. شو؟ طب انا لو خدت بالي مفيش الا مستطيل واحد هنا، لو خدت بالي مم. مفيش الا مم. مستطيل واحد هنا، والمستطيل التاني والتالت فوق هنا فيه مربع مش مكمل المستطيل. فده معناه ان انا بنيت حاجه هنا كده مميله، ادتني مربع. بمعنى ايه؟ ان انا بنيت حاجه بالشكل ده كده. كنت جاي رايح بني بمعنى ايه؟ انه. عصب كده. انا مم. رايح فين؟ عصب كده. بنيت عصب كده ورحت جاي رايح مسح كل الكلام ده. انا بنيت عصب. لما انا ابني عصب بالشكل ده اهو، ابني عصب بالشكل ده اهو، واجي انزل قائم واجي، يعني بلاش قائم، هنزل آه سلالم. لو سمحت. امم في لازم رد على مكالمة لو سمحت، معلش. ماشي، رد رد. لا تواخذني. لا لا، عادي عادي. مم. فبعد ركزي بس عشان لو انت بترسمي العصب بعد ما عملت العصب مميل، لو انا بصيت من فرونت دلوقتي مش انت هتلاقي العصب ده عباره عن مربع جوه ده كده، مم. جنبه الدرجه دي والدرجه دي. بس خلي بالك من السايد فيو، بعد ما رسمت العصب ننزل، لازم ننزل مع السلالم عادي كده. شو انت بترسمي بس، هترسمي بس بالحته دي بس خلاص. بعد كده تمسحي ده بقى كده جوه جوه ده. ماشي. ما فهمت ليش نزلنا هدول الخطوط. عشان اعمل مستوى. مش انا لو كنت باني العصب كده مش كنت بعمله مستوى كده؟ ايه صح. ايه ايه، ماشي، هلا بس هنا فهمت. بقى في سلم عندي، فهعمل مستوى لنهاية السلم كده، ومستوى تاني هنا كده. يعني هنزل مع درجات السلم قائم هنا كده، ماشي مع السلم كده. مم. تمام. بص، لو جينا طلعنا السايد فيو، مش انت هتلاقي السايد فيو هنا عبارة عن سلم هنا كده كبير جوه ده كده، مم. والمثلث ده والمثلث ده جوه المثلث ده والمثلث ده. ايه. ولو جينا طلعنا الفرونت دلوقتي، مش انت هتلاقي ان الفرونت هو عبارة عن المستطيل ده اهو، والمستطيل ده اهو، والمستطيل ده اهو، جوه المستطيل ده اهو، والمستطيل ده اهو، والمستطيل ده اهو. مم. وهتلاقي الميل جوه عندك مستطيل ان هو المستطيل ده كده. ايه. طيب كده احنا رسمنا الايزومتريك وتخيلناه. فانت مطالب منك انك تبص على الايزومتريك وترسميه واحده واحده كده وتربطيه بالمساقط، وبعد كده تخبي المساقط وترسمي الايزومتريك بالمسقطين، وبعد كده تطلعي منه التوب. ده اللي مطلوب عشان تتحسن. طيب بعد كده دلوقتي انا عايز استنتج. طبعا ده فرونت ليه؟ لان هو الارض. فابدا اعاد ايه. استنتج. لو خدت بالك انت عندك اول حاجه مستطيل كبير، طبعا خط 45 كده. ماشي. وراح جاي رايح نازل من السايد فيو كده عشان اعمل المستطيل بتاعي كده. بداية ونهاية. امم بدايه ونهايه زي ما انت بتقول. طيب ده كان المستطيل الكبير. بعد كده اول حاجه عندك ال- العصب. تمام. العصب الشكل المستطيل ده اهو،
من جوه هينزل هنا مستطيل صح؟ أمم. بس بقول لك خلينا نبدا الاول ننزل السلم. شفت انت السلم ده اهو، أمم. اللي هو عباره عن مستطيل كبير وتقسم مستطيلات كده. تعالى أمم. ننزل من الزجاجه اهي المستطيلات بتاعتي عادي خالص بخط خفيف اهي. ادي المستطيل الاول اهو، وادي المستطيل التاني اهو. يبقى ده تمام. المستطيل الاول والمستطيل التاني والمستطيل التالت. بعد كده العصب اللي هو المربع ده كان اسقاط المثلث ده. طيب بدايته من هنا كده ماشي. طب إيه. اسقاطه من اول لحد فين؟ من اول هنا كده كده لحد الاخر. طب يعني انا لما اجي اخد اسقاطه كده يبقى من اول هنا كده لحد الاخر هنا. وده هو المربع بتاعي جوه الميل بتاعي ده. وانا بصمج فيها شغل طبعا همسح الايه؟ همسح دي كده صح. أمم. طبعا ده همسح عشان دي زياده، انا كنت بس بنقل بس الابعاد إيه تمام، بس. معلش، لو سمحت معلش ترجع تعيدها هاي المربع ما كتير فهمتها. المربع، بص العصب على ازمته. يعني. المربع موجود فين؟ موجود في المنطقه دي في ربع اللي هو إيه. هنا كده صح. إيه. فاحنا عايزين ننقل ابعاده عادي. مش هو عرضه في الفرونت أمم. هيبقى عرضه في الطول، أمم. فبدايته هنا ونهايته هي بخط خفيف كده. ده اللي انا عملته. كنت جاي أمم. رايح جايب بدايته، انا عارف ان هو بدايته هنا ونهايته جبتها هنا كده خط كده. أمم. تمام. طيب ارتفاعه في التوب مش هو عرضه في السايد فيو؟ أمم. طب هو عرضه في السايد فيو مش هو الوتر ده كده؟ أمم. فرحت جاي رايح جايب بدايته كده، بداية الوتر من هنا ونهاية الوتر إيه من هنا. تمام. ورحت جاي رايح نايمهم كده بس في الحدود بتاعتي ان انا كنت نايمها العرض ان انا كنت نايمه من فوق. إيه وبعد كده تمام. رحت جاي ماسك الخط ده بالاستيكه كده. تمام واضح. ماشي. طبعا المستطيلات دهيت اللي انا هعملها بالاحمر ده، دي المستطيلات بتاعت السلم بتاعي. خلاص. إيه تمام. طب ان هو بصي المستطيل هنا اهو، مستطيل اهو، مستطيل اهو. ادي واحد اتنين تلاته ومستطيل كبير في النص أمم. اللي هو بتاعي. تمام كده. إيه تمام. يعني حاجه اتنين في الضغط.